عمرك سألت نفسك هو أنا ليه كل ما بفكر أكتر كل ما بحس إن أنا أغبى وفي نفس الوقت الإنتاجية بتاعتي بتقل؟ ليه بكون عاوز أعمل حاجات كتيرة جدا ولكن ما ببتديش؟ السبب الحقيقي مش في الظروف، مش إنك معكش فلوس، مش إن أنت عايش في مصر، مش إن أنت اتولدت واتربيت في البيئة الفلانية. السبب الحقيقي هو دماغك. وأنا عارف إن أنت مش متوقع الإجابة دي، ولكن ده الحقيقة. اسأل نفسك كم مرة حطيت خطة وقلت ان انا هعمل حاجه الفلانيه وما عملتهاش؟ كم مره كنت عاوز ان انت تبتدي في الصلاه وما ابتديتش؟ كم مره كنت عاوز ان انت تبتدي ان انت تروح الجيم وتلتزم وما ابتديتش؟ السبب يا جماعه هو دماغنا. وفي الحلقه دي اللي هي الحلقه الثالثه من انت عدو نفسك هفهمك ازاي ان انت تستغل عقلك وازاي ان انت تخلي عقلك يبقى ماشي معاك مش ضدك. وعلى فكرة لو انت عاوز تشوف اول حلقتين من سلسلة انت عدو نفسك خش هتلاقيهم على القناة بتاعتي. الكلام ده جاي من علم والكلام ده جاي من خبرة. بس قبل ما أقولك الكلام ده لازم أؤكد لك إن أنا فاهم كويس أنت بتمر بإيه، وأنا عديت باللي أنت بتعدي بيه دلوقتي. وأصعب حاجة في حياتك، افتكر الكلام ده، هو الجزء ده من حياتك، إنك تايه، متلخبط، مش فاهم وأنا بعمل إيه، مش لاقي حد يوجهك، مش لاقي حد يمدلك ايده ويقولك انا فاهم انت بتمر بايه وانا فاهم اللي انت بتحس بيه. فعشان كده انا ابتديت ان انا اعمل صناعة المحتوى بالعربي. اللهم لك الحمد. للناس اللي مش عارفيني، انا اسمي طاهر شعبان، خريج هندسه كمبيوتر، والحمد لله فتحت اكتر من شركه، والحمد لله عندي تيم والتيم ده كبير، والحمد لله ببني دلوقتي الجامعه بتاعتي اللي هي اسمها ماني لاب يونيفرسيتي. واللهم لك الحمد، في خلال 3-4 شهور وصلناها ل 60,000 متابع، والتيك توك بتاعي في كام شهر وصل ل 60,000 متابع. فانا جاي اقول لك الكلام اللي انا بجد كان نفسي حد يقوله لي. وعشان اثبت لك ان انا فاهم انت بتقول ايه، خليني احكي لك قصه شخصيه. القصة دي وهي ببساطة إن أنا كنت شخص جاهل تماما في الكمبيوتر. بص، أنا ما بفقهش شيء في حاجة اسمها لابتوب أو كمبيوتر، جاهل بمعنى الكلمة. لدرجة إن أنا وأنا في ثالثة ثانوي المدرس كان بيطلب إن إحنا نفتح فايل من على الديسكتوب، وأنا اللي هو يعني إيه ديسكتوب؟ جاهل بدرجة لا أحد يقدر إن هو أصلا يتخيلها، صفر. وبعديها خدت القرار ان انا اخش هندسه كمبيوتر، وده كان حاجه مجنونه. اي حد يعرفني يقول لي هو انت يا طاهر انت فاهم انت ايه يعني؟ لو مش عايز يقول لي انت غبي في اللي انت داخل فيه ده. ولكن انا كان لازم انط، وكان لازم اعدي بحاجه تكسرني وتفهمني ان انا مش زي ما انا واخد بالي او مش زي ما انا متخيل نفسي. والحاجه دي كانت خطوه بسيطه، وهو ان انا اخش هندسه كمبيوتر. فانا هشرح لك في الفيديو ده تعمل ايه وايه اللي بيحصل في دماغك، تمام؟ وازاي مع الاسف دماغك في الوقت الحالي ضدك مش معاك، وليه ده بيحصل. ركز ويلا بينا. خلينا نبدأ ونتفق على حاجة مهمة جدا، وهي ان كتر التفكير بيشلك اكتر ما هو بيفيدك، ومع الاسف بيسبب مشكلتين، والمشكلتين في وجهة نظري المتواضعة اخطر من بعض. أول مشكلة وهي حاجة اسمها الanalysis paralysis، يعني الشلل التحليلي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت بكل بساطة بيبقى عندك options كتيرة جدا. عندك إن أنت مثلا، هل إن أنا المفروض أتعلم فيديو editing، ولا أتعلم copy writing، ولا أتعلم AI automation، ولا أتعلم sales، ولا أتعلم برمجة، ولا بتبقى فاتح كده 1000 تاب عندك على اللابتوب أو على البي سي، وبتبقى مشتت، بتتنقل من فيديو لفيديو لفيديو. وفي اخر اليوم او في اخر الاسبوع بتلاقي نفسك انا ما عملتش حاجه، انا مشلول، انا دماغي هتنفجر، وانا خدت معلومات كتيره جدا بس انا حاسس ان انا حرفيا حد ماسكني ومقيدني اللي هو اعمل ايه. فدي اول مشكله. وتاني مشكله وهي الاوفر ثينكينج، التفكير المفرط. تفضل تفكر تفكر تفكر، بتحسب الحاجه مليون الف مره. لا، انا لازم لما ابتدي صح. انا لازم لما اروح الجيم لازم يبقى معايا كذا وكذا وكذا. لو انا عاوز ابتدي صناعه محتوى لازم يبقى معايا الكاميرا الفلانيه والمايك الفلاني والسيت اب الفلانيه وكل. وتفضل تفكر تفكر تقول طب الناس هيقولوا عليا ايه، طب صحابي هيقولوا عليا ايه، طب الناس اللي معايا في الشغل هيقولوا عليا ايه، طب المتابعين هيشتموني، طب كذا ده. فبتفضل
بتفكر 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 بتوصل مرحله والله ما انا اعملها، صح ولا لا؟ ده اكيد بيحصل لك، وده كان بيحصل لي. فدي نقطه خطيره جدا. تمام. ودلوقتي هننتقل جزء تاني وبرضه مهم، فعاوزك تركز معايا. ومع الاسف بعد كل ده بيحصل لك حاجه اسمها cognitive load، يعني الحموله الادراكيه. بكل بساطه عقلك مش مستحمل اللي انت عمال تفكر فيه، فكل ما تفكر اكتر كل ما ببساطه انت بتبطأ اكتر. وخلينا اديك نظريه، او مش نظريه، دراسه علميه جامعه كولومبيا يونيفرسيتي، جامعه كولومبيا عملتها، وهي ببساطه ان هي ادت لمجموعه من الناس 6 اختيارات، والمجموعه الثانيه ادت لهم 24 اختيار. المجموعه اللي خدوا 6 اختيارات نسبه ان هم ببساطه اختاروا منها كانت 40%، والمجموعه اللي خدت 24 اختيار نسبتهم كانت 3% بس. ده معناها ايه؟ ده معناها ان كل ما الاختيارات تكتر قدامك كل ما انت مع الاسف بتختار اقل. نسبة ان انت تاخد الخطوة ان انت تتقدم او تعمل اي حاجة او ان انت تبتدي في اي حاجة بتقل. وده ينقلنا لنقطة مهمة جدا واللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت، واللي هي العقل البشري ما بيحبش التغيير. بالنسبة له كل تغيير ده معناه ان مع الاسف في خطورة، وعشان كده في حاجة بتحصل واللي هي ايجو ديفense ميكانيزم. بكل بساطة آلية الدفاع الأنا. يعني ايه؟ يعني انت بدل ما تواجه نفسك وتقول لنفسك ان انا مش بتحرك، انا مش عاوز احسن نفسي، لا، بتبتدي تقول لنفسك ايه؟ انا بخطط، انا ما عنديش وقت ان انا اعمل الحاجه الفلانيه. ولكن الحقيقه انت فاضي، والحقيقه ان انت مش بتخطط، انت بتبروكراستينيت، يعني انت بتسوف، تسويف. فلازم تفهم ان انت هتفضل في الدايره دي لو انت ما حطيتش الموضوع ده. تخطي الموضوع ده مهم جدا جدا. طب تعمل ايه عشان تتخطى الموضوع ده؟ اولا لما يجي لك اي فكره مش عاوزك ان انت تقعد تفكر فيها، لا، عاوزك ان انت تكتبها على ورقه. لو انت بتفكر في حاجه امسك ورقه وقلم واكتب كل الكلام ده. الحاجه التانيه، عاوزك ان انت بكل بساطه، لو انت شخص عاوز ان انت تبتدي صناعه محتوى، لو انت شخص عاوز ان انت تبتدي الالتزام في الصلاه في الجامع، ابتدي النهارده بعد الفيديو ده. انا هنزل فيديو عن الحاجه اللي انا نفسي فيها. انا هنزل دلوقتي اصلي في الجامع. انا هروح الجيم من النهارده، مش هستنى صاحبي مصطفى ولا جاك ولا اسماعيل ولا اي حد من دول. انا هبتدي دلوقتي، انا ماليش دعوه باي حد. والحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه ودي اللي اتكلمنا فيها في الحلقات برضه اللي فاتت، واللي هي لازم يبقى عندك جدول. ما ينفعش تبقى ماشي من غير جدول. وعاوزك ان انت ما تركزش في اللي جاي، ما تركزش في السنين اللي جايه، لا، ركز ان انت ازاي تقدر تعمل الحاجه الفلانيه دلوقتي باحسن شكل ممكن، بادق التفاصيل، وباحسن واصدق طريقه. فاهمني؟ دي نقطه مهمه جدا يا جماعه. فانا عارف ان كتير منكم نفسهم ان هم يبتدوا ان هم ببساطه يكسبوا فلوس اونلاين ويبتدوا ان هم يغيروا حياتهم. فانا عملت لكم كوميونتي ببلاش تماما، الجامعه بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللي هي علمت الاف الطلاب عملتها. والكوميونتي دي عليها حوالي 2000، وفي كوميونيتيز ثانيه عليها حوالي 6000، يعني توتال بنتكلم في 8000. كل ده ببلاش. بنقدم لكم حاجات مجانيه بيبقى فيها ورك شوبس، يعني لايف كولز، او خلينا نقولها ان هي بتبقى ميتنج مرتين في الشهر، 60 دقيقه كل ميتنج. وكل ميتنج ببساطه انت بتيجي بتسال اسئلتك وانا بنفسي بجاوب عليكم. وعلى فكره يا جماعه مش عاوزكم ان انتوا يعني تستهونوا بحاجه زي كده. على حاجه زي كده بجد بدفع عليها فلوس كتيره جدا للاجانب، الاف، اللهم لك الحمد. ليه؟ عشان بكل بساطه انت قيمتك في سوق العمل وفي البيزنس مش فيك انت، انت قيمتك في مدى نضاره الحاجه اللي انت بتقدمها. فاهماني؟ فدي نقطه مهمه جدا. هتلاقي اللينك في البايو. وفي نفس الوقت في ناس كتيره جدا كانت بتقول لي ان البرنامج التدريبي بتاعك احنا مش قادرين عليه. فانا عملت حاجه بسيطه جدا. الحاجه دي هي ممكن يعني تبقى مجنونه شويه، ولكن انا خليت ان انت عشان تخش الكوميونتي، عشان تبتدي فعلا تربح الفلوس اونلاين وتكسب فلوس اونلاين. المبلغ رمزي جدا جدا جدا، اقل من اكله حرفيا في الشهر.
وانت محاط بناس ناجحه ومحاط بناس اللهم لك الحمد غيروا حياتهم، كانوا بيعملوا 1000 بقوا يعملوا مبالغ كبيره جدا فوق ال 15 فوق ال 20 من ناس ما كانتش عارفه ازاي ان هي تفهم اصلا تعمل ايه، ازاي اتعلم، ازاي اعمل الحاجه الفلانيه، ازاي اعمل ده، ازاي اعمل ده، ازاي اعمل ده. اللهم لك الحمد. ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يعني ساعدهم ان هم يعملوا كده، واحنا كنا السبب. كل حاجه بفضل ربنا وكل حاجه بكرم ربنا. ف التو لينكس في الكوميونتي في الديسكربشن عفوا تحت هتلاقوهم. ويا جماعه لو بجد الفيديو عجبكم يعني اعملوا لايك، ابعتوا له اصحابكم. تاني الاعلانات مقفوله، فانا مش بعمل كده عشان فيوز من اليوتيوب، اللهم لك الحمد مقفوله. واللهم لك الحمد برضو انا هدفي ان انا دايما اشارككم كل الحاجات اللي انا عارفها وكل الفشل اللي انا عديت بيه وكل النجاح، لان انا عندي يقين تام ان الشعب المصري والشعب العربي سواء سعودي، قطري، اماراتي، يمني، سوري، لبناني، مغربي، جزائري، تونسي، والله العظيم احنا شعوب اذكياء جدا. ولكن احنا مع الاسف دايما ضد بعض، دايما بنتخانق، دايما بنتصارع. خلينا يا جماعه نحط ايدينا في ايدين بعض، خلينا احنا نساعد بعض. لما تساعد الناس ربنا هيساعدك اكتر. لو انت فعلا اديت المعلومه لصاحبك او شاركت المعلومه دي مع حد في الكوميونتي، صدقني واكد لك ان ربنا هيعوضك خير، فلوس، صحه، ممكن كان يعني ابتلاء هيجي لك او اذى هيجي لك ربنا منعه عنك. فيا جماعه دايما حبوا الخير لبعضيكم، ودايما افهموا ان السعه على ربنا والنتيجه على ربنا، ولكن السعي والعمل عليك انت. سلام عليكم.